هيخليك توفر الموظف او الاثنين دول، هيخليك تعملها بشكل اسرع، هيخليك تعملها بشكل اكفأ، فده هيوفر عليك وقت مجهود وفلوس. اصلا ناس كتير قوي بتسالني الفتره الاخيره عن فكره ان ان المفروض نعمل بيه ايه دلوقتي. يعني مع كل التقدم اللي بيحصل في الاي اي، مع كل التقدم اللي بيحصل في الايجنتيك اي اي وفي الاي اي ايجنت، ان بقى ايه استخدامه او ايه القوه بتاعته دلوقتي؟ ان عارفينها ان هي عباره عن تول ناس كتيره جدا كانت بتستخدمها عشان تعمل اي اي ايجنت. مع التطور اللي بيحصل دلوقتي في الايجنتيك اي اي المفروض تستخدمه في ايه بجد؟ في الفيديو ده انا فاهمك بالظبط ان مصدر قوته فين. بس لو عايزين نلخص كل حاجه بشكل عام هنقول ان ان هو الوصله ما بين كل حاجه انت ممكن تبنيها. دلوقتي تعال نقول انك عملت اي اي ايجنت او موظف بيبتدي يجيب لك عملاء، وواحد تاني بيبعت لهم ايميلات، وواحد تاني بيراجع على الايميلات دي. فدلوقتي كل دي حاجات موجوده. ان فعلا مصدر قوتها مش كل الكلام ده، مش انك تعمل ايجنتك اي اي. ان مصدر قوتها في انك توصل التولز او السوفت ويرز او الايجنتك اي اي اللي بتعمله ببعضيهم، فيبقى عندك ورك فلو او يبقى عندك سيستم كامل ماشي ورا بعضه عن طريق ان في خطوات بتحصل عشان يبتدي يسلم اللي بعديها. في الفيديو ده هشرح لك بالظبط فعلا فين مصدر قوه ان ومش كده بس، هوريك 4 انظمه انا، وكمان هوريك 4 انظمه من الحياه الفعليه ومن الواقع انا شخصيا بستخدمهم مع عملاء وشركات كتيره جدا جدا من اللي بشتغل معاهم. فزي ما احنا قلنا في الفيديو ده هنركز على استخدام ان الحقيقي، ولكن تقريبا اكتر الفيديوهات هتلاقيها بتقارن ما بين ان وانتي جرافيتي، ان وكلاد كود، ان وكورسر، وميبي حاجات ادفانس شويه بتقارن ما بين ان ولانج تشين او لانج جراف، لان تقريبا كلهم نفس المسميات، او السوشيال ميديا خلتك تحس ان كلهم نفس الاستخدامات، ولكن في الواقع كل الحاجات دي لها استخدامات مختلفه. طب حلو قوي، تعالى افهمك فعلا استخدام ان عباره عن ايه. دلوقتي تعالى نتخيل ان احنا عندنا 2 ايجنتس موجودين احنا عاملينهم، اذا كان باستخدام كلاد كود، لانج جراف، بايثون، انتي جرافيتي، ايا كان انت بنيتهم ازاي او عملت ايه عشان تبنيهم. فدلوقتي انت عندك 2. تعال نقول مثلا ان واحد بيعمل ايميلات بيبعتها، وواحد تاني مهمته ان هو يجيب الليدز او يجيب العملاء اللي الايميلات دي هتتبعت لهم. فدلوقتي احنا بنينا الاي اي ايجنت ده او الايجنتك اي اي ده، وبنينا الايميل ايجنت اللي هيبتدي ياخد منهم الليدز او يبتدي ياخد منهم العملاء ويبعت لهم. فين بقى ان في الموضوع ده؟ لان الاثنين ما استخدمناش ان فيهم. الواقع ان ان هو الحاجه اللي ما بينهم، ان هو الوصله اللي بتوصل الاثنين ببعضيهم. فدلوقتي لما الايجنت ده يطلع الليدز هيروحوا هنا ويتبعت لهم ايميل من الايجنت ده. فدلوقتي احنا مشينا بسيكونس. السيكونس ده حصل ازاي؟ عن طريق اللي احنا لزقناهم ببعض. ان هو الحاجه اللي بتلزقهم ببعض، اللي بتوصل ما بين تول مع تول، ايجنت مع ايجنت، سوفت وير مع سوفت وير. ده هو اقوى استخدام لان ان مش عشان يعمل اي اي ايجنت، يقدر يعملها ده اكيد مليون في الميه، ولكن لو انت بصيت عليها هتلاقي انت مش بتكريت التول، مش بتخترعها، ولا بتخترع الايجنت، ولا بتعرف تتحكم فيه. انت بتخش بتستخدم ال ام او بتستخدم اي اي وبتدي له شويه تعليمات. طب ما ده يعتبر انت وصلته مع حاجات تانية، انت ما اخترعتوش. فزي ما احنا قلنا ان هو الاستخدام اللي ما بينهم. وزي ما احنا قلنا انت ممكن تستخدم ان مش عشان تربط ايجنت مع ايجنت، ممكن تربط تول مع تول. لو في تول مثلا بتعمل سيرش على الويب، وتول تانية مثلا بتعمل سكرابنج للويب سايت مثلا معينه، فدلوقتي انت ممكن تربطهم ببعض. فدلوقتي دي الحالات البسيطه، الربط البسيط او بشكل بسيط كده. فدلوقتي احنا بنشوف حاجات على ان بتلاقي زيطه كتيره وحاجات طالعه من هنا وحاجات داخله من هنا وفي حاجات كتيره ورا بعضيها كده. ده بيحصل، بيبقى عباره عن حاجات ادفانسد شويه، بتبقى عباره عن انك بتربط ايجنت مع ايجنت، او تربط ايجنت مع تول، او تربط ايجنت مع حاجه تانية اسمها سب ايجنت، ايجنت صغير بيعمل تاسك معين. على فكره ان فيها نوعين من الريليشنز حلوين جدا. واحد فيهم اللي هو اللي فوق ده ممكن نسميه السيكونس او الخطوات. يعني ايه؟ فدلوقتي يعتبر ان في سهم طالع من هنا بيقول لي الايجنت او بيقول لي الورك فلو احنا بنمشي كده، احنا ماشيين في الطريق ده كده. يعني اي حاجه بتحصل ده بعد كده ده بعد كده ده بعد كده ده بعد كده ده. فدلوقتي هو بيشرح له السيكونس، ولكن النوع ده من الربط هو ربط ملوش سيكونس. هو ربط عباره عن لما الايجنت الكبير ده يبتدي يقرر ان هو محتاج يستخدم اي تول او اي سب ايجنت او اي حاجه من تحت بيبقى يستخدمها. يعني دلوقتي فرق بين الاثنين، دلوقتي في الربط السيكونس اللي هو خطوه بخطوه، ده لازم يحصل. لو حاجه باظت كله هيقع على فكره، لازم يمشي بنفس الطريقه وبنمشي بنفس الاتجاه. ولكن في حاجات تانية زي استخدامات التولز، ممكن تستخدم تول لما تحبها، مش عايزها، محتاجه مش محتاجه، ده بيفرق لما الايجنت نفسه يقرر. فدلوقتي بابسط شكل ممكن
انت فهمت استخدام الحقيقي للانت ان، الاستخدام اللي فعلا المفروض انت تكون بتعمله. تعال بقى نشوف الاربعه يوز كيسز اللي قلت لك عليهم، او الاربع استخدامات اللي فعليا من الحياه الواقعيه انت ممكن تستخدمهم دلوقتي حالا، يا اما في شركتك يا اما في شركه للعميل. وقبل اي حاجه، لو انت شخص عايز اي نوع من السيستمز دي او اي نوع من الاوتوميشنز دي في شركتك، هتلاقي لينك في الديسكربشن ممكن تدوس عليه تحجز معانا مكالمه، وساعتها هنقعد مع بعض نشوف ايه المشكله اصلا، ونبتدي نكرييت الاوتوميشن او حتى السيستم كامل از ايجنتك اي اي اللي يحل لك المشكله دي عندك في الشركه. ولو انت شخص عايزني اعمل فيديو امشي بالتفصيل كل حاجه في انت ان ازاي تعمل اي واحد من الاوتوميشنز دي، اكتب لي في الديسكربشن. عندنا اول واحد من اليوز كيسز اللي شركات كتيره جدا جدا بتستخدمها، اللي هو الليد جنريشن. طب يعني ايه الليد جنريشن؟ يعني دلوقتي العملاء قبل ما يبقوا عملاء بيبقوا حاجه اسمها ليدز، يعني لسه عميل مش مؤكد ان هو معاك ولا لا. فدلوقتي كل الشركات بتحتاج تعمل ليد جنريشن عن طريق بقى اي حاجه، اذا كان كامبين او اذا كان اوت ريتش او اذا كان حتى بيسكراب من جوجل او بيسكراب من ويب سايت معين او ايا كان. فدلوقتي احنا بنعمل اوتوميشن مهمته ان هو يبقى عباره عن ليد ماشين عندك، مهمته ان هو يفضل يعمل لك جنريشن لليدز اجدد واجدد كل شويه. وفي سيستم ثانيه هنشوفها دلوقتي بتبتدي تاخد الليدز دي وتعمل لها ريتشنج، او يبتدي يعرف عنه كل حاجه عشان تستخدمها في السيلز، في الماركتنج، او حتى تعمل له بيرسونلايز ايميل او ايا كان. هنشوف دلوقتي، ولكن تعالى نتكلم هنا. ده الليد جنريشن بشكل مبسط جدا. السيستم بيمشي كده، بيجي يحصل لك سكرابنج للليدز. يعني ايه؟ يعني بيجي الايجنت يروح على جوجل مابس يطلع لك كل الناس اللي في الكاتيجوري اللي انت مختاره. طبعا مثلا انت بتارجت الكلينكس او العيادات او الصيدليات او المطاعم، بيبتدي يجيب لك كل الليدز اللي موجودين مثلا في جوجل مابس في محافظه معينه او مدينه معينه، وبعد كده يحطها لك في شيت، ايا كان بقى بتستخدم ايرتيبل، جوجل شيت، او حتى اي داتابيس ثانيه. وبعد كده بيعمل لك حاجه اسمها ليد ريسيرش، بيعمل لك ريسيرش على الليد ده، بيبتدي يعمل لك ريسيرش عن العميل ذات نفسه، يشوف لك بقى العميل ده شركته اسمها ايه، وظيفته ايه، الشركه بقى لها كام سنه، يعرف لك كل حاجه عن العميل. وده بنسميه ريتشنج، بيبتدي يعرف لك كل تفصيله صغيره عن العميل، عن الويب سايت بتاعه، عن الشركه بتاعته، عن كل حاجه تعرف تستخدمها. وبعد كده بيعمل لك بيرسوناليزد ايميل. يعني ايه؟ يبعت لك ايميل مخصص عن طريق طبعا تمبلت معين او عن طريق شكل معين احنا محددينه يتبعت بيه، ولكن مخصص للليد ده، مخصص من الريسيرش او من البحث اللي عمله عن العميل ده. فمعنى كده ان كل رساله وكل حاجه هتطلع هي مظبوطه عن العميل ده بس، وعن الريسيرش اللي عملناه عليه. واخر حاجه خالص بيعمل لك سند ايميل للعميل ده، وطبعا بيرجع تاني للشيت يقول خلاص احنا بعتنا الرساله دي. فده يعتبر واحد من الاوتوميشن اللي احنا بنستخدمها مع كلاينتس كتير جدا، ولكن ده يعتبر على فكره الجزء الاولاني منه، ده يعتبر على فكره خطوه اولى. السيستم اللي بنعمله بيبقى اكبر من كده بكتير جدا، لانك محتاج تعمل ريتشنج بعد كده تعمل سامري او تعمل بريف للسيلز كول، بعد كده تعمل له ماركتنج. في حاجات كتيره جدا جدا بتحصل بعد كده، ولكن ده يعتبر الستيب الاولى في السيستم اللي احنا بنبنيه لما نعمل ليد جنريشن لشركه معينه مثلا. ده يعتبر الستيب الاولى، بعد كده بيبقى فوقيها 500 طبقه ثانيه. طب حلو قوي، تعال بقى ناخد السيستم اللي فوق ده ونديله كمان حته اكسترا اللي هي عباره عن سيلز بريبريشن. يعني ايه؟ يعني تجهيز لمكالمه السيلز نفسها. طب ده بيحصل ازاي؟ نفس الستبس، بيحصل سكرابنج، يعني بيجيب لك كل الليدز من جوجل مابس او من ايا كان، من لينكد ان مثلا، بيحطها لك في شيت، بيعمل ريسيرش. بس بعد ما يعمل ريسيرش عن ليد بيعمل لك سمري او يعمل لك ملخص او بريف، تعرف انت كوكيل مبيعات او سيلز بيرسون مثلا موجود في شركه معينه، لما تخش عند الكلاينت ده او لما تخش في المكالمه مع الكلاينت، اول حاجه انت عندك ريسيرش كامل عنه، عندك سمري او عندك ملخص كامل عنه، عندك حاجه اسمها بين بوينتس. يعني ايه؟ يعني مثلا في الاي اي اللي احنا عملناه خليناه يدور في لينكد ان على اي بوست نزل يقول فيه الشخص ده ان هو عنده مشكله في الشركه، او عنده مشكله في حاجه شركتك انت اصلا بتصلحها، او عنده مشكله في الماركتنج، مشكله في السيلز. فدلوقتي الاي اي ده عمل لك واحده من اعظم الحاجات اللي ممكن تعملها وانت في السيلز، ان يكون عندك كل المعلومات وكل البين بوينتس او كل نقاط الضعف او النقاط اللي هي الشركه دي فعلا بتعاني منها، عشان لما تخش السيلز انت مش بتتكلم بتقول له انا هبيع لك كذا، اللي هيعمل كذا، اللي هيعمل كذا، او اللي عمل كذا قبل كده. لا، انت تقول له انا هبيع لك كذا، اللي هيعمل لك انت كذا، واللي هيصلح لك انت المشكله دي، واللي هيصلح لك انت الحاجه اللي انت في لينكد ان بوست قبل كده كتبتها، او في بوست نزلته على لينكد ان قلت ان عندي المشكله دي. فدلوقتي انت بتعمل واحده من اعظم الحاجات في السيلز،
انك بتعمل ديب ريسيرش على حاجات مستحيل حد يبص عليها. مين هيقعد يمسك لينكد ان ويبص على كل البوستات مثلا في خلال سنه او سنتين عشان يدور على مشكله معينه؟ انت كشخص مش هتعمل كده، لانك هتركز على السيلز كل نفسها، هتركز على مكالمه المبيعات نفسها. ولكن الاي اي يقدر يعمل لك ده. الاي اي يقدر يعمل لك سامري ويعمل لك بين بوينتس ويعمل لك ريتشنج. فده واحده من اعظم اللايرز اللي بنحطها فوق الليد جنريشن. يعني دلوقتي احنا جبنا الليدز، بعتنا لهم الايميل وكل الكلام ده، لما يحجز المكالمه بنعمل الطبقه اللي بعديها اللي هي واحده من اعظم الحاجات، السيلز بريبريشن او الليدز ريتشنج. طب حلو قوي، تعالى بقى نخش شويه على فكره الكونتنت ونشوف الناس اللي بتستخدم كونتنت ممكن تستخدم اوتوميشنز عامله ازاي، او احنا اصلا بنعمل اوتوميشنز عامله ازاي لاي كلاينت بيستخدم كونتنت او عايز يطلع انتاجيه اكتر من الكونتنت بتاعه. بنعمل حاجه اسمها ريلز جنريتور. طب ده عباره عن ايه؟ دلوقتي مثلا انت شخص بيعمل فيديوهات لونج فورم او فيديوهات مثلا على اليوتيوب، فهي دي فيديوهات طويله جدا مثلا 20 دقيقه او نص ساعه. دلوقتي الاوتوميشن ده او السيستم ده مهمته ان هو ياخد الفيديو الطويل ده يعمل له ترانسكريبت، لانه لازم يفهمه، وعشان يفهمه لازم يحول له الكلام، فده يعتبر ترانسكريبت. وبعد كده في خطوتين اي اي بتحصل. الخطوه الاولى بيطلع لك 5 افكار لريلز او 10 او ايا كان انت بتستخدمه على ايه، فياخد الفيديو اللي هو عباره عن نص ساعه ده يطلع لك منه 10 فيديوهات ريلز، 20 فيديو ريلز، يطلع لك كل الافكار اللي طالعه بناء عن الفيديو بتاعك. وفرق ما بين ده وما بين انك تروح لشات جي بي تي مثلا تقول له طلع لي 5 افكار عن موضوع كذا كذا، هيطلع لك، بس ده مش الفيديو بتاعك، وده مش كلامك، وده مش حاجه انت اصلا عملتها او اتكلمت عنها. لكن دلوقتي هو يطلع لك 5 افكار او 10 افكار طالعين من الفيديو بتاعك انت، طالعين من الفيديو اللي انت عملته بافكارك. وخطوه الاي اي اللي بعديها بيبتدي يعمل هوك لكل ريل فيهم. يعني كل ريل بيطلع له بهوك معين او بطريقه معينه تعرف تخلي الناس فعلا تسمع الفيديو عشان تستفيد منه. فدلوقتي دي تاني خطوه، ان الاي اي يبتدي يطلع لك هوك بناء او معمول مخصوص للريل ده. طب ماشي، انت ممكن برضو تروح لاي اي وتقول له اعمل لي هوك، وتقول له مثلا اعمل لي اشهر 10 هوك ممكن استخدمهم في فيديوهاتي، هيطلعها لك. ولكن هيقول لك مثلا قول كذا كذا، او اعمل النظريه دي، او اعمل الموضوع ده. ولكن ده بيعمل لك حاجه مختلفه خالص، لانه اصلا عارف الفيديو الطويل بتاعك، وعارف الريلز يطلعها ايه، وعارف الترانسكريبت، وعارف كل معلومه عنك. فدلوقتي الهوك هيكون بالظبط زي اللي تقوله، هتقول بالظبط 1 2 3، يبقى تقول 1 2 3، لانه اصلا معمول عشانك ومعمول على الرجل ده. فده بيوفر وقت ومجهود كتير جدا في انك تقعد تفكر اوكي دلوقتي هو طلع لي 5 افكار لهوكس، عايز بقى استخدمهم، فتبتدي تشوفها ازاي اطبقهم على الفيديو ده، وازاي تفكر في الفيديو ده، وازاي تعملها كده، وبعد كده يحطهم لك في شيت او في نوشن تبتدي بقى انت تستخدمهم. وده برده يعتبر لاير واحد بس من السيستم اللي احنا بنبنيه لو عايز تعمل كونتنت كريشن مثلا على اوتو بايلوت زي ما احنا بنسميها. مثلا لو في كونتنت كريتور او شركه بتعمل ماركتنج عن طريق الكونتنت وعايز تحط الكونتنت ده على اوتو بايلوت، او تحط له سوبر باور مره واحده عن طريق ان هي تستخدم اي اي، والكونتنت اللي مره واحده ممكن تحوله لما لا نهايه عن طريق الاي اي في الافكار وفي الديستريبيوشن وفي الكميه. فده يعتبر لاير واحد او خطوه واحده من السيستم الكبير اللي انت ممكن تبنيه او اللي احنا بنبنيه بشكل شخصي. يعني تعال نكمل في الكونتنت ونشوف حاجه ثانيه اسمها كونتنت ريبيربسنج. طب يعني ايه؟ دلوقتي انت عملت نفس الفيديو الطويل ده، بس انت مش عايز تطلع منه ريلز، انت عايز تعمل حاجات تانية مش انت كمان اللي تعملها، ويبتدي الاي اي هو اللي يروح ينشرها. زي ايه مثلا؟ زي البوست، زي الصور، زي مثلا انك تنزل على تويتر، تنزل على لينكد ان. ولكن انت مش عايز تنزل حاجه كليشيه او حاجه ملهاش معنى او ملهاش طعم. فاللي انت بتعمله انك بتخلي الاي اي ياخد برده من فيديوهاتك اللي انت بتعملها، بس ايا كان بقى فيديوهات طويله على يوتيوب او حتى ريلز صغيره، ويبتدي برده يعملها ترانسكريبت عشان يعرف يفهمها، بيحولها لكلام. وبعد كده بيعمل لها حاجه اسمها repurposing او reusing. طب يعني ايه؟ يعني يحول الفيديو ده والفكره اللي هو خدها عن الفيديو ده لاول حاجه مثلا زي البرومبت. طب يعني ايه برومبت؟ يحولها مثلا لبرومبت، والبرومبت ده برضو الاي اي بيروح ياخده يوديه على اي ايمج جنريتور يعني مثلا زي نانو بانانا، ويبتدي يعمل لك بوست مبني او انفوجرافيكس مبني على فكره الفيديو اللي انت عملته. تاني خليك مركز قوي في الحته دي، انت مش مجرد بتعمل بوست على نانو بانانا بانك قعدت تشات شويه معاه، لا، دي فكره انت اللي قايلها في فيديو، وفكره انت اللي قايلها في ريل، وفكره طالعه من دماغك انت وانت اللي محضر لها. فانت كل مهمتك دلوقتي انك بس تقدم فاليو او تعمل فيديوهات، وكل الحاجات الثانيه زي الريلز الصغيره وزي البوست وزي الايمجز كل حاجه هتطلع من دماغك برده. فدلوقتي الاي اي خلاك لو انت عندك طاقه انك تعمل فيديو واحد طويل، دلوقتي الفيديو الطويل ده هيطلع لك 10 ريلز، هيطلع لك الصور على بوستس، ويطلع لك بوست ذات نفسها بالكلام تنزلها على لينكد ان او تنزلها على الاكس، وكمان هينزل لك اصلا كل الكلام ده من غير ما انت تمد ايدك.
هو لوحده هيبتدي ينزل الكلام ده كله. وطبعا زي ما قلنا ده لاير اول او ده طبقه اولى من السيستم، لانك بعد كده محتاج تنزلهم، بعد كده محتاج تشوف الاناليتكس، بعد كده تعمل امبروفنج للسيستم نفسه عن طريق الداتا اللي خدتها من الاحصائيات اللي طلعت على البوست ده، وتبتدي تطور منه اول باول. فكل الكلام ده بيحصل سيستماتيك عن طريق انك تعمل سيستم اكبر من ده بكتير وتبتدي تسلمه للشركات. والحاجه الثانيه ان هو يعمل لك ريتن بوست، يعني بوست مكتوب للينكد ان، لاكس، لثريدز، لاي حاجه انت عايز تنزلها فيها، وفي الاخر يعملوا ابلود. اخر سيستم معانا وده مفيد جدا جدا لاغلبيه الشركات اللي عندهم اونبوردنج بروسيس او هايرنج بروسيس او ايا كان بروسيس ليها علاقه بالاتش ار او ليها علاقه بالكلاينتس او ليها علاقه بالسيلز. مثلا عباره عن خطوات معينه لازم تحصل من اول ما الكلاينت يدخل او من اول ما الموظف الجديد ده يدخل لحد ما يبتدي يستلم الحاجه دي. طب ده عباره عن ايه؟ مثلا دلوقتي مثلا في كلاينت جديد او في عميل جديد دخل مثلا معاكم في الشركه، اول حاجه الاوتوميشن ده بيعمله ان هو بياخد كل المعلومات عنه ويحطها في نوشن، يحطها مثلا عندك في نوشن او في الداتابيز او في ايا كان البلاتفورم اللي بتستخدمها. من الاخر السي ار ام بتاعك بياخده يحطه في اي سي ار ام انت بتستخدمه، وبعد كده بيبعت له ويلكم بيرسوناليزد مسج، يعني يبعت له مسج ترحيبيه او رساله ترحيبيه بناء عنه هو وعن بياناته هو. وبعد كده بيبعت له حاجه اسمها اون بوردنج فورم، يعني مثلا الكلاينت ده انت محتاج تبعت له فورم يكتب فيها الدخل بتاعه قد ايه، اسم الشركه ايه، بقالهم كام سنه، اي معلومه انت بتحتاجها عشان تبتدي تشتغل على العميل ده او تبتدي تشتغل معاه، بتبعت له الاون بوردنج فورم دي، او في الواقع الاي اي هو اللي هيبعتها له مش انت. وفي الاخر خالص بيعمل ابديت برده في نوشن او في اي سي ار ام بتستخدمه بالبيانات اللي هو كتبها في الفورم دي. الفكره في ايه؟ على قد ما السيستم ده ممكن يكون بسيط، ولكن في موظف او اتنين تقريبا دي شغلانتهم، ان هم يستنوا العميل لما يجي يعملوا له ابديت في السي ار ام، بعد كده يبعتوا له رساله ترحيبيه باسمه هو او ببياناته هو، بعد كده يبعتوا له الفورم او القائمه اللي المفروض يجاوب عليها على اسئله مثلا معينه، ويستنوه لحد ما يجاوبها، وبعد كده يروحوا على السي ار ام او نوشن ويبتدوا يعملوا لها ابديت. ده يعتبر موظف او اتنين شغلانتهم كده بس. فالاوتوميشن ده هيخليك توفر الموظف او الاتنين دول، هيخليك تعملها بشكل اسرع، هيخليك تعملها بشكل اكفأ بكتير جدا، لان كل حاجه طالعه بيرسوناليزد ومعمول لها ريسيرش، فده هيوفر عليك وقت مجهود وفلوس اصلا. ودلوقتي انت شخص بقى عندك 5 استخدامات فعليه في الواقع بتاعنا للاوتوميشنز او الاي اي اوتوميشنز، اذا كان ده تستخدمه لشركتك او حتى تبتدي تتعلمه وتبيعه لشركات او لبيزنس صغير مثلا عايز تفيده او عايز توفر عليه وقت ومجهود، هتبتدي تصنع الحاجات دي وتبيعها له. وزي ما قلنا لو انت شركه عايز تعمل اي حاجه من السيستمز دي، دوس على اللينك اللي في الديسكربشن، احجز معانا مكالمه ونشوف ازاي ممكن نعمل سيستم زي ده ولكن مخصص ليك وشركتك ولمشكلتك. ولو انت شخص عايز تعمل حاجه زي كده وتبتدي تبيعها لشركات او لكلاينتس، اكتب لي في الكومنتس وانا هركز على الحاجه اللي انت عايزها ونبتدي نعمل لها فيديو مفصل ستيب باي ستيب ازاي تعمل كل الكلام ده اصلا.